غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول. حنا أهل الصدق حنا، وأهل الأدب والأصول. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول. حنا أهل الصدق حنا، وأهل الأدب والأصول. هذا لا يجوز بارك الله فيك. تتبع عورات المسلمين ولا سيما العلماء محرم، فقد جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. أظنه قال: ولو في جحر أمه، أي في بيته. فلا يجوز أن تتبع العورات، وتتبع العورات عورة، يعني هذا الذي ذهب يتتبع عورات الناس هو الآن واقع في عورة. والواجب بارك الله فيك، الواجب لمن صدر منه ما ينتقد عليه أن يدافع عن الإنسان عن أخيه إذا سمع من ينتقده في هذا، ويقول لعله اشتبه عليه الأمر، لعله تأويلا، لا سيما من عرف بالصدق والإخلاص وحب نشر العلم. هنا وأسفت جدا حينما بلغني ثم اتصل بي أحد الإخوان السلفيين من زارنا هنا، وكان حاضرا بعض إخواننا الجالسين، وإذا بالجماعة السلفية هناك في الحجاز وربما أكثر من الحجاز انقسمت إلى طائفتين كما ذكرت هناك في أبو ظبي. والجماعة الذين هم معنا في عدم الاشتغال السياسي يحملون حملات شعواء جدا على سلمان وعلى سفر، ويظنون فيهم يعني ونسوا، ويرى نقاش بيني وبينهم هؤلاء الذين يظنون هذا الظن، ويعني أنكرت عليهم أشد الإنكار أن هذا ما يجوز، وهذا يعني يجب أن نتحمل إذا وجدنا من بعضهم رأيا مخالفا لما هو المعروف عندنا كجماعة. مثلا الدعوة السلفية لا تعرف التعصب لشخص معين أو لرأي معين، إنما الحجة والبرهان والدليل. فهذا الذي أنا وصلت إليه إلى الآن قبل أن أتصل مع الشخصين المسؤولين شخصيا، فهم على معنى في الدعوة، لكن قد يكون لهم اطلاع في بعض الجوانب لا يشاركهم الأطفال الآخرون فيها، وقد يكون لهم بعض الاجتهادات في بعض المسائل الشرعية تكون موضع نظر، وقد يكون الصواب معهم أو مع غيرهم. فما ينبغي أن يكون مثل هذا الاختلاف في بعض الجزئيات سببا للفرقة. ونحن نعلم جميعا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنص القرآن الكريم كانوا خير أمة أخرجت للناس، مع ذلك كانوا مختلفين في بعض المسائل. لو وقع مثلها اليوم لانصدع الصف بسبب هذا التعصب وعدم الرجوع إلى القواعد والأصول. هذا ما عندي. نعم، المبتدع يهجر إذا ثبت أنه مبتدع، لكن من هو اللي يعرف البدعة من السنة؟ ما يعرفها إلا العلماء، ما يعرف البدعة من السنة إلا العلماء. أما الطلبة والمبتدئون والمتعالمون فلا يعرفون البدعة من السنة، بل عندهم إن كل من خالفهم ولم يوافقهم فهو مبتدع، ولو كان المخالف على الحق وهذا على الباطل. فليس العبرة بالمخالفات والحزبيات والجماعات، العبرة باتباع الكتاب والسنة. فمن كان على الكتاب والسنة فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والانضمام إليه. أما من خالف الكتاب والسنة وعمل بغيرهما فهذا يجب الابتعاد عنه. ولكن من الذي يبين هذا إلا أهل العلم؟ أما أن كل واحد يقول للثاني أنت مبتدع لا لشيء إلا لأنه لم يوافقك على كلامك فهذا ليس بصحيح. إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى أهل العلم الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ويبينون لنا من هو المبتدع من السني. فضيلة الشيخ ربيع قال على الشيخ صالح أنه حجاج الشيخ، وقد يتركوه خلوهم يقولون اللي هم يبون، وانتم اطلبوا العافية ان الله يتركوهم. ان شاء الله. حياكم الله. نصيحتكم لمن يوزع الشرائط ضد الشيخ سليمان العودة في بيت الله الحرام علما أنه موجود الآن في المسجد، هذا لا يجوز. يجب التعاون في إجابة الخير وترك الشر مع الشيخ سليمان العودة ومع الشيخ مدعو مع الشيخ عبد الوهاب والخير مع الشيخ أبيه مع الشيخ محمد أمان، جميع الدعاء جميع العلماء جميع الدعاء يجب التعاون معه بالخير والإعانة على الخير والدعاء له بالتوفيق والتسليم ولا يحصل شيء
من محاضرة أو شريف الشيخ سلمان أو الشيخ سراج أو الشيخ ربيع أو الشيخ محمد أمان أو الشيخ فوزان أو مين أو غيره يسألهم عما أشكل عليه بكلام طيب ولكل حتى من يوم الشدة وتبذل يسألهم عما أشكل عليه وهم لزمهم أن يوضحون ويبينوا بالأدلة ما لديهم وهو الحق لا يحملون الحق ولا يحملون متى وجدها أخذها رضا الله يقول سبحانه في كتابه العظيم له المرجع فإن تنازعتم في شيء فردوه لو أن القرآن من السنة ما نرضى به فطبعا فيه كفاية السنة فيها كفاية ولهذا أمر الله رب إليه ففيهما الكفاية والهداية وما اختلفوا من شيء فحكم الله فليس تعصب لا للزين ولا لعامة العلم على طلبة العلم على العلماء على العامة المؤمنين النصارى والتحرير الحق وأن يسر من فلان ولا من فلان عليه أن يسر من أحد ما يعلم الله يسر من نار عليه أن يسر من معصية ويحذر من نار من الزنا من حقوق الوالدين من الربا من الغيبة من النميمة من ترك الصلاة أصوات الجماعة إلى غير هذا أما العلماء والدعاة المؤدب أن يشجع الناس على سماع الفائدة من الأشرطة ومؤيد الأشرطة والمحاضرة من الندوات ومن الأشياء التي يسأل صاحب الشريك صاحب الندوة صاحب الخطبة صاحب المحاضرة يسأل من غير العلماء عما أشكل عليه وش معنى كلام وش معنى كلام سلمان وش معنى كلام فلان وش معنى كلام محمد أمان وش معنى كلام شريع وش معنى كلام بندان وش معنى كلام صاحب فوزان وش معنى يسأل ما أشكل يقول أنه مثل معنى لكن بالأصل طيب مو بالأصل المهارات والبداية يكون بالأصل طيب يقصد العلم يقصد الفائدة يكتب الحسن ومعلم الفائدة فيه الفائدة على طريق إن شاء الله. الجميع قوم يغلب عليهم أنهم من المتشددين على من خالفهم والذين يحسدون كل من ظهر وكان له شهرة يدخل عليهم يرتط عليهم الحسد فلأجل ذلك صاروا يتنقصون كل من برز من العلماء ويعيبونه ويتتبعون أثراتهم ويسكتون عن أثرات بعضهم فيما بينهم ونسبتهم من أول من أظهر ذلك محمد أمان الجامي وقد توفي وأمره إلى الله تعالى. هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة أو كما نقول نحن للدعوة السلفية، هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية.